مثلث برمودا منطقة بحرية تثير الكثير من القصص والأساطير حول اختفاء السفن والطيار بشكل غامض. حوادث اختفاء غامض في مثلث برمودا: اختفاء سفينة USS سايكلون. في عام 1918 اختفت سفينة شحن تابعة للحكومة الأمريكية تحمل أكثر من 300 شخص في مثلث برمودا. اختفت طائرة مدنية عام 1954. أقلعت طائرة مدنية في ألمانيا متجهة إلى تشيلي واختفت وظهرت عام 1989 في البرازيل، ولكن جميع ركابها كانوا هياكل أغنياء. ولكن تم العثور عليهم واستخراج جزيئات تشير إلى الذبذبات ومواد. ولم تظهر مرة أخرى إلا في عام 1989.